انا عايزه اقول كلمتين لكل ست متضايقه من جوزها او بتشتكي منه، مش بصفتي خالص معالجه نفسيه ولا بصفتي خالص متخصصه في الارشاد الاسري. انا بكلمك دلوقتي زيك ست لست. والله العظيم وجود زوجك في حياتك نعمه اكبر بكتير مما تتخيلي، مهما كنتي متضايقه منه او شايفه انه مقصر في حياتك او عندك مشاكل معاه. انا عن نفسي كنت بشوف ان انا عارفه قيمه جوزي، لكن بعد ما مات اكتشفت انه لا، انا ما كنتش عارفه حاجه خالص. اكتشفت ده لما بقت كل كبيره وصغيره على دماغي، ما بقاش اصلا عندي رفاهيه الراحه ان انا ارتاح لا نفسيا ولا جسديا. فكره ان انا ما بقيتش مسؤوله بس عن ان انا ادخل فلوس للبيت ده عشان البيت ده ادفع له ايجاره وادفع ميه وكهرباء وغاز وبلديه واكل وشرب، ولو حد تعبان بقى كشوفات دكتور واشعات وتحاليل وادويه ومتابعات وتمارين ودراسه ودروس. انا ما بقاش همي ان انا بس اجيب الفلوس دي، لا ده انا بقيت بجيبها وانا كمان بقى اللي بروح وبحجز، وانتوا عارفين بقى بدايه الدراسه، بس هنتكلم بس عن بدايه الدراسه، واصحي وارتب مواعيد ونشوف مين ذاكر ومين ما ذاكرش، واتابع مع المدرسين ومتابعه مستوى الاداء في التمارين، كل حاجه. عرفت قيمته يوم ما ابويا مات وكنت لوحدي وما لقيتش حد احط راسي على كتفه واعيط. عرفت قيمته لما ما بقاش عندي صحاب ولا حياه اجتماعيه لاني ما عنديش وقت. عرفت قيمته لما بقيت بهرب من اي حد بيحاول يقرب مني لان انا ما عنديش وقت للصداقه، ما عنديش وقت انه يبقى كل شويه هم خارجين وعايزيني معاهم او حد جاي عايز يزورني او يقعد معايا، ما بقاش عندي الوقت ده. عرفت قيمته لما بقت اكبر احلامي وطموحاتي ان يكون عندي وقت انام فيه. عرفت قيمته لما بقى الولاد بيجوا في الويك اند يقولوا لي يا مامي قومي يلا عشان نخرج، وانا لا عندي طاقه نفسيه ولا جسديه، انا مش قادره اقوم، انا تعب الاسبوع كله هالل عليا. عرفت قيمته لما بقيت بخرج مع اخويا والاقيني انا باخد، يعني انا اللي بكلم الجرسون وانا اللي بطلب وانا اللي بعمل وانا اللي بشيل الحاجات لو انا جايبه حاجات في العربيه وانا مش منتبهه ان هو موجود جنبي، عشان اتعودت انه مفيش حد اسند عليه. عرفت قيمته لما ببقى جايبه طلبات البيت وماليه العربيه وشايله 100 كيس وانا طالعه وبعيط من الالم اللي في ظهري ورقبتي. عرفت قيمته لما في ايام بتيجي عندي بواصل الليل بالنهار علشان شغلي ووقت ولادي في امتحانات او حاجات معينه. عرفت قيمته لما بقيتش برتاح، لما بقيت شخصيتين كل واحد فيهم بيسلم للتاني، ده يخلص مهامه والتاني يستلم منه مهامه. عرفت قيمته لما بقيت بحضر مناسبات عيلتي الحلوه والوحشه لوحدي. عرفت قيمته لما بقيت باخد بالي من كل كبيره وصغيره اللي تتعدى عليا. عرفت قيمته لما بقى بيجيلي حاجات في الحياه تحصل فيها تغيرات وتبقى التغيرات دي بمبالغ. انا ابني خلص مدرسه ودخل جامعه وبقى ضعفين ونص مصاريفه المدرسيه والتزاماته وانا مش عارفه اجيب ده منين. عرفت قيمته لما بقيت بفكر في مستقبل ولادي بكره لوحدي. عرفت قيمته لما بقى بيجي عليا اوقات انا مش عايزه حاجه خالص غير ان انا اتكلم وحد يسمعني، وما بلاقيش حد يسمعني ببساطه لانه انا بقيت الست القويه من وجهه نظر الناس كلها، فانا اللي بسمع وانا اللي بحل. يعني بقوا شايفين ان انا حتى مش من حقي ان انا يجي عليا وقت واضعف واتكلم. عرفت قيمته لما عدت عليا لحظات خوف شكيت ان انا هرجع بعدها بني ادمه طبيعيه. عرفت قيمته لما عدت عليا مراحل من حياتي كان بيجيلي نوبات قلق لدرجه ان انا احس ان هيحصل لي حاجه في جسمي. عرفت قيمته لما عدت عليا ايام بعد وفاته وانا بنام نومه الجنين في بطن امه واقول له يا رب انا خايفه انا لوحدي. عرفت قيمته لما الكهرباء كانت بتقطع وانا مش عارفه الكهرباء قطعت ليه، اما كانت العربيه بتقف وانا معرفش العربيه وقفت ليه. افتقدته في كل لحظه انا كنت برفع سماعه التليفون اقول له محمد في كذا. تفتكروا انه انا وقت ما محمد كان عايش انا كنت حاسه بكده؟ لا ما كنتش حاسه بكده، كنت حاسه ان ده واجبه وده دوره والحياه واحنا كلنا كده. بس عرفت ده لما عشت لوحدي بجد. فعرفوا قيمه ازواجكم شايلين كتير قوي فوق ما تتخيلوا. انا عارفاه لان انا شايلاه دلوقتي، انا عارفاه لانه انا عارفه هما بيفكروا في ايه وخايفين من ايه ومش قادرين يتكلموا ليه وعليهم مسؤوليه عامله ازاي في وسط زمن ما بقاش بيرحم،
عجله الاسعار جري كانها عربيه بورش واحنا بعجله بنسابقها. حسوا بيهم وحاولوا تشوفوا تغيروا الكراسي وتشوفوا هو ممكن يكون شايف الحياه ازاي، قبل ما تقولي له انت الويك اند بتقضيه نايم وانت على طول قاعد ساكت. انت ما تعرفيش هو في ايه، لكن انا عارفه لاني عايشه ده، وكل ست ارمله عايشه ده. فاعرفوا قيمتهم قبل ما يمشوا، لانه والله العظيم اللي بيسيء التعامل مع نعمه ربنا بياخدها منه عشان يديها لحد هيحس بيها. ما تزهدوش النعمه ولا تأمنوا وجودها ولا تحسوا انها فور جرانتيد مش هتنتهي. لا لا لا، في لحظه ربنا سبحانه وتعالى بيغير حال لحال. اتمنى لكل ست بتسمع الفيديو ده ان ربنا ما يغيرش عليها غير للاحسن. بس انا من ست زيك بقولك فوقي عشان الحياه بدون راجل مهما حكيتلك عمرك ما هتحسيها زي واحده عايشاها بجد. جوزك حمايه ليكي وامان ليكي انت ما تتخيلوش، حتى لو انت حاسه انه نفسيا هو سند عليكي. لا الموضوع مش كده خالص. مش لاقي كلام اكتر من كده، وربنا يهديكم لبعض.